اني مو متخصص اذا. دلوقتي مو متخصص ومن شويه في الحوزه وبتاع إيه يا شيخ محمد عبد الواحد؟ طب بلاش السؤال ده، بلاش السؤال ده. عندي روايه يا شيخ ان ابليس كان بيحب الامام علي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله اخي زيد الشيباوي. الله يحفظكم إن شاء الله. حياك الله شيخ زيد، انا صديق معكم على الصفحه وموالي من مصر، ونتابعك يا كثيرا ونحب الموالين في العراق. يا علي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعين المشرك بيقول يا علي. بشرنا عنك شيخ زيد. الحمد لله. أنا سعيد إن أنت رديت علي يا شيخ زيد. نحن الموالين في مصر، لماذا لا تسألون عنا يا شيخ زيد؟ لماذا لا تدعون لنا الله عند أبي يحفظك. عبد الله؟ سلام الله عليك سيدي مولاي أبا سلام عبد الله، الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخ زيد، أنا جالس والله الآن يعني في يدي كتاب بحر الأنوار، وكنت أقرأ للموالين لأن أنا بعمل دروس على النت، كنت أقرأ للموالين منه. العلامة بحر الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، العالم العلامة الحجة فخر الأمة الشيخ محمد باكر المجلسي قدس سره. أحببنا فقط نسلم عليك وتدعو لنا يا شيخ علي، وأحببنا نبشرك بأخبارنا يا شيخ زيد. يا الله. الله حياك، يحفظكم إن شاء حياك الله. الله. نسألك الدعاء، حياك، نسألكم الدعاء. حياك الله الله شيخ يحفظكم. زيد. هو كان في واحد بيسأل بيقول أين الإمامة في كتاب نهج البلاغة؟ ليش الإمام علي لم يستدل بحديث الغدير على إمامته في نهج البلاغة في خطبه؟ نعم. بيقول يعني الإمام علي سلام الله عليه هل قصر في تبليغ الإمامة للأمة؟ لم يستدل بحديث الغدير، ولم يستدل بآية الولاية أو آية الابتلاء، فكيف نرد على هذا الناصبي اسمه رامي عيسى من مصر؟ مالك شيخ؟ الله يرد عليه، نتركه لله. نتركه لله، زي ما الإمام علي ترك الخليفة الأول والثاني والثالث والأمة، تركهم لله، صح؟ والآن تشوف أنت حالهم شنو اللي صار به. ايه والله يا شيخ، بس ليه يا شيخ الامام علي خذل الامه؟ ليش تركهم لله كده ولم يبلغ؟ لو كل نبي جه وقال انا هتركهم لله، هتركهم لله، وما بلغش الامه بنبوته، ما حدش هيؤمن بالنبوه. طب هل الامام علي طلب منا ان نطالبهم بالايمان بامامته؟ اذا كان هو ترك امامته تركهم لله، فليش احنا كمان لا نتركهم لله؟ حياك الله يا شيخ زيد، صوت حضرتك جميل قوي. مش ليه يا شيخ زيد الامام علي طلب ان احنا نطالب الامه بالايمان بامامته؟ هي كان سعيد ان حضرتك بتتكلم سكر خدت الشيخ زايد. تركهم لله، شوف حالهم الان ايه؟ شايفهم بيلطموا، شايفهم بيطبروا، شايفهم بيطلعوا نسوانهم في الاربعينيه. انا اعلم ان في شيعيات حرائر لا يقبلن اي فحش، وانا لا اقصد جميع الشيعيات. شايفهم بيتطينوا كالخنازير، وانا اعرف ان في شيعة عقلاء لا يقبلون هذه الشعائر المجوسيه. شايفهم تاركين القران ورايحين يتبعوا الصنم السيستاني. لازم ازعج واشخط فيك وسيبهم لله. طب وانتم مش سايبينها لله ليه كده؟ وبتطالبوا بالايمان بامامه الامام علي سلام الله عليه، وهو سكت كما انت اعترفت الان وسابهم لله. طب ما تسيبوا الامر لله انت كمان، ليه بتطالبوا الناس بالامامه؟ اعوذ بالله. هؤلاء ابعد الناس عن منهج ال البيت ورب الكعبه. كان معكم شيخ الشيعه المسمى بزيد الشيباوي من العراق. حياك الله اخ محمد عبد الواحد. اهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله يا حبيبي. حياك الله شيخ. انتم في الحوزه؟ شنو؟ تدرسون في الحوزه؟ نعم نعم. ما شاء الله شيخ محمد، بشرونا عنكم. أنا موالي من مصر. حياك الله واهلا وسهلا، شرفنا بيك. أنا أتشرف إن أنا بتصل عليك وإنك سامعني يا شيخ محمد عبد الواحد. يا الله، استغفر الله، اني اتشرف بك يا حبيبي. أنت متواضع جدا. يا الله، يا الله، دائما أتباع آل البيت متواضعون هكذا. اللهم صل جزاك على الله خير الجزاء. اللهم صل انت على من فاطمة وين؟ وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. نعم نعم، جزاك الله خير الجزاء. انت من وين قلت لي؟ من مصر، والله مصري. يا حياك أنا الله، مصري اهلا وأبويا وسهلا. مصري وخالتي وخالي مصري وكلنا مصريين الحمد لله. حياك الله. كنت أتكلم مع الموالين لأن أبناء العامة يتكلمون في حديث يا علي لا يحبك إلا ماذا؟ الا مؤمن. إلا مؤمن. هل الإسماعيلية مؤمنين يا سماحة الشيخ محمد عبد الواحد؟ الإسماعيلية بينكروا الأئمة بس بيحبوا الإمام علي، هل هم مؤمنون؟ الاسماعيلية نعم مؤمنون. يعني الله أكبر، كيف تقول ذلك؟ يعني هؤلاء ينكرون أئمة، الإمام جعفر الصادق، ينكرون الإمام الثاني عشر، ينكرون الإمام محمد الحسن الإمام العسكري، كيف مؤمنين يا شيخ؟ عجيب. انت قلت لي يحبون
الإمام علي عليه السلام. يعني اللي يحب الإمام، يعني هم أحبوا الإمام علي فهم مؤمنون حتى وإن أنكروا بقية الأئمة؟ لا يا شيخ. عزيزي، إيه أني مو متخصص إذا دلوقتي مو متخصص ومن شويه في الحوزه وبتاع ايه يا شيخ محمد عبد الواحد؟ طب بلاش السؤال ده، بلاش السؤال ده. عندي روايه يا شيخ ان ابليس كان بيحب الامام علي، وبعدين الروايه هي موجوده في كتاب عيون اخبار الرضا للشيخ الصدوق، والامام علي جري على ابليس ويقول فعدوت خلفه حتى لحقت وصرعت الى الارض وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقي لاخنقه فقال لي لا تفعل يا ابا الحسن فاني من المنذرين والله يا علي اني لاحبك جدا وما أبغضك أحد إلا شاركت أباه في أمي فصار ولد زنا. فضحك الإمام وخلى سبيل إبليس. فإبليس كان بيحب الإمام علي وبيحبه جدا. هل إبليس موالي؟ ألو أيوة إبليس طلع موالي؟ بس إذا تسمح لي اتفضل شوي. يا شيخ، ولكن أقول هنيئا لك يا إبليس بعدك عن النار بسبب حبك لأمير المؤمنين. اتفضل شيخ محمد، حياك الله. حبيبي سيدنا، حياك الله سيد، بخير، صلى على محمد وآل محمد. أشوف أني بالنسبة لي توني قاعد ننام وأنت خابرتني يعني. شويه مو متخصص، شويه قاعد من النوم يا شيخ، بس شويه بس. ابليس مؤمن اهو، ولو قلنا لا ده ابليس ملعون في القران، القران محرف. السيد نعمة الله الجزائري الملقب برئيس علماء الشيعه قال بتواتر القول بتحريف القران، فممكن الايه اللي فيها ابليس لعنه الله كان فيها ابليس عليه السلام او شيء. فابليس دلوقتي ما نقدرش نقول لعنه الله لانه بيحب الامام علي وبيحبه جدا، والامام علي ما سابوش. اصل الامام علي في معتقد الشيعه بيحب الزنا عياذا بالله عندكم، فقال يا علي ده ما فيش حد بيكرهك الا شاركت اباه في امه فبيصير ولد زنا ابن زنا. فضحك الامام وقال له خلاص لا دام بتحبني واي حد بيكرهني بيبقى ابن زنا. سابوا الامام وما رضاش يموته. يا كلام سعيد اني بتكلم معاك شيخ محمد عبد الواحد، كان نفسي اتكلم معاك من زمان. حياك الله. ألو ايوه سيدنا أنت أخذتنا حاصل فاصل ما شاء الله. المصري سريع كلام. المصريين بيتكلموا كتير يا سماحة السيد، والله أنا آسف. طب هل أبناء العامة مؤمنين؟ ما هو بيحبوا الإمام علي وبيسموا أبنائهم بالإمام علي وبيكفرون بقول إن في أئمة منصبين ويكفرون بعصمة الأئمة، فهل يحبون علي؟ هل مؤمنون؟ أستاذي بس اعطينا مجال، خليني أوضح لك سالفة حتى أنت بعد تستمر بكلامك. اتفضل حياك الله. أني مو أدرس بالحوزة. ما من شويه ايه سمعت الشيخ طلعت من عباءتك ليه؟ انت من شويه في الحوزه، ومن شويه لسه صاحي من النوم، ومن شويه انت خدتني حيث بيس. يعني مش مهم بتدرس في الحوزه وانت ما تعرفش حاجه خالص. بس انا بسالك سؤال، هل يا فاطمه لا يحبك الا مؤمن؟ هل حب فاطمه من الايمان؟ اعطيني مجال خليني اوضح لك شغله. انا عرفت ان انت مش من الحوزه وكنت شغال سمكري سيارات ما تعرفش اي حاجه في الدين خالص، بس انا بسالك انا وانت بندردش مع بعض. شيخ محمد عبد الواحد انا سعيد اني بتواصل معاه. هل حب فاطمه من الايمان؟ انا اتشرف بك. انا مو بالحوزه. ما انا عرفت حضرتك سمكري سيارات خلاص بقى، ومالكش في الحوزه وما تعرفش اي شيء ومالكش في الدين ولا ليك في اي حاجه وراجل خمرج وكل حاجه في وحشه فيه. انا بسالك بقى دلوقتي، يا علي لا يحبك الا مؤمن، هل ينفع اقول برضو ويا حسين لا يحبك الا مؤمن ويا حسن لا يحبك الا مؤمن؟ لاني اعتقد ان حب الحسن من الايمان وبغض الامام الحسن سلام الله عليه من النفاق. انا احب ال البيت والله. شيخ هرب الشيخ محمد عبد الواحد، الراجل انكر نفسه خالص. هيمشي في الشارع يقول لك انا مش محمد عبد الواحد. خلينا نجيبه تاني يمكن يرد علينا، انا مش محمد عبد الواحد، انا ما اعرفش شيء. بيكنسل عليا والله، بيكنسل عليا. الله المستعان. بيكتب لي سيدنا، اي والله الان سيدنا بيكمل كتابه. هيكتب ايه يا ترى؟ سيدنا اذا تسمح الي انا لسه صاحي من النوم ولست متخصص. خلاص روح يا عم محمد، من شويه كان بيدرس في الحوزه وبتاع. ما هذا الدين الضعيف الهش الذي لا يستند على أدلة قوية واضحة بينة؟ يا عقلاء الشيعة إني لكم ناصح أمين، دعوكم من هذه الديانة فورب الكعبة إني أتمنى لكم النجاة. والله ديانة مكذوبة. يستدلون بهذا الحديث وهو صحيح، علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حديث صحيح يستدلون به على أصل من أصول الدين. وكما بينا مرارا وتكرارا، خشوا على البث المباشر عندي، البث المباشر رقم 381. لو اي حد بيشوف الاتصال ده مقطوع، خش على البث رقم 381 هتشوف انا مفصل في لا يحبك الا مؤمن، وحب علي من الايمان، وحب الانصار من الايمان، وحب فاطمه من الايمان، وحب عائشه من الايمان. وهذه شعبه من شعب الايمان، والايمان بضع وسبعون شعبه. اسال ان يهديك يا شيخ محمد عبد الواحد ويهدي الشيعه وياخذ بايديهم الى نور التوحيد. ولا تنسوا نشر الحلقه